طول ما انت حاسس بالقلق والتوتر، طول ما في ناس وراك بتكسب ملايين من المبيعات بسبب الموضوع ده. تعال اقول لك الموضوع ده بشكل تسويقي بقى. اللي بيحصل لكل الناس اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا، يبدا يصنع لك مشاكل، يبدا يحسسك بمشاكل موجوده بس انت مش واخد بالك منها، علشان دايما يحسسك في قلق وتوتر. يعني هضرب لك مثال بسيط جدا حاصل الايام دي. دايما بتبص تلاقي ان في منتشر جدا على السوشيال ميديا صور خاصه بالبحر والمصايف، وناس مبسوطه جدا على المصايف، وفي ناس بتصيف بالملايين، ويبدا بقى يكلمك على المدن اسكندريه ومطروح والغردقه، يبدا يقول لك الحاجات دي كلها انت شايفها طبعا، وانت بكل بساطه بتشوفها وانت بتريل وانت بتقلب وانت مش واخد بالك من حاجه خالص. وفي الاخر بتبص تلاقي نفسك، لا طب انا محتاج ان انا اروح مصيف، محتاج ان انا اجيب فلوس وادفع فلوس علشان اروح مصيف. هو هنا كل اللي عمله معاك في التسويق ان هو كبر لك شويه المشكله. وعلى فكره انت ممكن ما تروحش مصيف السنه دي عادي، ممكن تروح السنه الجايه، ولو معكش فلوس ما تستلفش. يعني انت مش لازم انك انت تروح مصيف وانت متداين وانت عندك مشكله، وتقدر انك انت تعوض الحته دي بحاجات تانية كتير. ده مش موضوعنا دلوقتي، بس الموضوع اللي عايز اكلمك فيه التوتر والقلق اللي بيصدروه لك في الاعلانات بتاعتك، سواء خاص بموضوع المصايف او حتى خاص بالشقق والفلل. وطبعا اعلانات الفلل المستفزه جدا اللي احنا كلنا بنشوفها واللي كتير من الناس بيكلمونا فيها، كل الكلام ده علشان خاطر يقلق حضرتك، يخليك دايما متوتر، يخليك دايما حاسس ان في حاجه ناقصاك. وهنا بيخليك دايما تسعى علشان خاطر تجيب الفلوس، عشان خاطر تروح تدفعها في الحاجه الفلانيه، دايما حاسسك ان انت عايز تعمل حاجه وانت مش عارف ايه الحاجه دي اصلا. لكن انت لو بصيت، لو شلنا السوشيال ميديا خالص وجينا بصينا في الاساس، هتلاقي نفسك انت احتياجاتك الاساسيه واضحه، والحاجات الاساسيه اللي لو ما كانتش موجوده وهتأذيك دي موجوده معاك في القرآن كدليل كامل ايه الحاجه اللي المفروض ان انا اعيش بيها واكون مبسوط بيها. اللي عايز اقوله لك، خد بالك وانت بتقلب شويه على السوشيال ميديا، وخاصه الريلز اللي انت طول النهار والليل عليها ديت. الحاجات دي بتخليك تخرج وانت متوتر وقلقان علشان خاطر ناس تانية تكسب فلوس، فخليك ذكي.